ناس كتير بتستهتر بكسر قلوب البنات، وأمهات كتير وإخوات بينصحوا ابنهم لما بيخش في علاقة عاطفية. بيصنفوا البنات، بيعملوا تصنيف للبنات: البنت دي للتسلية والبنت دي للجواز. وللأسف النصيحة دي دايما ما بتبقاش طالعة من حرص على أخوهم أو على ابنهم لو كانت أم. للأسف دايما النصيحة دي بتبقى طالعة من غيرة ممتدة من الأم، أجيال ورا أجيال. مش بتغير بس من اللي في سنها الأم، لا، بتغير من الجيل اللي بعدها. لو هي عايشة حياة مش حلوة فبتبقاش عايزة ابنها أو أي بنت تانية تعيش حياة حلوة. ولو هي عايشة حياة حلوة ما بتبقاش عايزة حد غيرها يعيش الحياة دي. لو جاب للبنت اللي بيحبها هدية، طب ليه؟ وفر فلوسك. لو ساعد مراته في البيت، كل واحد ليه أسلوبه. لا، أبوك ما كانش بيساعدني، أنت مش شايفنا مبهدلة إزاي؟ فياريت لو أنت مش عارفة تعيشي حياة حلوة، مش عارفة تاخدي حقك من جوزك، البنت دي ملهاش ذنب، أو البنات اللي ابنك بيعرفها دي ملهاش ذنب. كسر القلوب ذنب عظيم. بنات كتير بسبب قلبها اللي بيتكسر ممكن تنتحر. مش دايما الموضوع بيمر بسلام. في بنات كتيرة ممكن ما مش لازم يبقى بيحصل بعد كده طلاق، يعني مش لازم. أنا مش بتكلم على حتى كمان الجواز، أنا بتكلم على العلاقات العابرة اللي ابنك بيعرفها. مفيش حاجة اسمها البنت دي لعبة والبنت دي مش لعبة. في بنات كتيرة ان انت بتقولي عليها لعبة دي ممكن تكون حبت ابنك بجد، فقلبها اتكسر، فبسببك وبسبب نصيحتك الجميلة البنت دي اتعقدت وعاشت حياتها كلها معقدة، وللأسف هتبقى امتداد بقى، يبقى شر بقى برضو ممتد، وكله بسبب نصيحتك وكله بسبب تدخلك في حياة ابنك. أنا مش بقولك ما تبقيش خايفة عليه، بس ركزي قوي في نصيحتك واعرفي هي طالعة منين. هل طالعة من غيرتك ولا انت حقيقي خايفة عليه؟ وفي كل الاحوال انت ما تعرفيش برضه هم عايشين ازاي، وما تعرفيش البنت دي بتحبه ازاي، وما تعرفيش ابنك ده نفسه عامل ازاي. ممكن يكون ابنك ده على فكره شخص مش طيب قوي زي ما انت فاكراه، ممكن يكون شخص نرجسي بس انت شايفاه امير وطيب. انت شايفه الام، شايفه ابنها ما حصلش. ففي كل الاحوال اتقي ربنا في كل كلمه بتقوليها، عشان خاطر كلامك ده على اساسه البنت دي حياتها ممكن تضيع وقلبها يتكسر وخلاص بسبب نصيحتك. طبعا انا مش بعفي الذنب لابنك، بس للاسف بيبقى الامهات والاخوات بيبقوا دايما بيأثروا على حياة آه، اخوهم او ابنهم. آه، وهم بيهزروا، يعني فاكرين النصايح دي هزار. على اساسها طبعا بيوت بتتهد بقى وقلوب بتتكسر ومستشفيات وعياط وانهيار. وبجد اللي بيستمتع بالاجواء دي بجد ربنا يشفيكوا. وهنا ما استغربش من حديث الرسول اللي بيقول يعني فعلا معظم أهل جهنم من النساء. يعني كفاية الأمهات والإخوات بيعملوه، وكسر القلوب وخراب البيوت اللي بيعملوه ده بسبب النصائح الجميلة اللي بينصحوها. ده كفاية جدا. فاتقوا ربنا.